اسمع وقل يا الله، اسمع وقل يا الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد مع أصحابه قال: لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابهم نفسه لاحترق المسجد ومن فيه. إنها دار الخزي والبوار، إنها دار الخزي والبوار، خلقها الله لعصاة الجن والإنس، واها على أحوال قوم أعرضوا عن بابكم كم فاتهم خيرات، ومن احتمى بغير حماكم حلت به الآفات والهلكات. يا نائمين تيقظوا من نومكم، يا نائمين تيقظوا من نومكم، لم يبق من قرب الحبيب سبات. يا معرضين عن الكريم تعرضوا، فلربكم في دهركم نفحات. خلوا الغرور فكل شيء هالك، لا شك إلا الله والطاعات. اسمع يا صاحب القلب، واسمع يا صاحب الضمير الحي، اسمع يا رعاك الله. نريد أن نحافظ على الصلوات، نريد أن نشهد الجمعة والجماعات. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل النار ليبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت، وإنهم ليبكون الدم، يعني مكان الدموع، ولن ينفعهم والله البكاء. النار منزل أهل الكفر كلهم، طباقها 7 مسودة الحفر، جهنم ولظى من بعدها حطمة، ثم السعير وكل الهول في سقر، وبعد ذلك جحيم وهاوية تهوي بهم في كل حدث مستعر. فيها غلاظ شداد من ملائكة قلوبهم شدة أقسى من الحجر، لها مقامع للتعذيب موصدة، لها مقامع للتعذيب مرصدة، كل كسر لديهم غير منجبر. سوداء موحشة شعثاء مظلمة دهماء محرقة ذواحة البشر. فيها العقارب والحيات قد جمعت كأجلودها البغال الدهر والحمر. لها إذا ما غلت زفير يقلبهم ما بين مرتفع منهم ومنحدر. سأل الحجاج سعيد بن جبير: بلغني أنك لم تضحك، بلغني أنك لم تضحك قط. قال: كيف أضحك؟ كيف أضحك وجهنم قد سعرت، والأغلال قد نصبت، والزبانية قد أعدت. وقيل لمحمد بن الواسع: لم لا تتكئ في المجالس؟ قال: إنما يتكئ الآمن، وأنا لا زلت خائفا. عباد الله، عباد الله، كثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه، فضيعوا أوامره ونواهيه، تناسوا أنه شديد العقاب. يا إخواني، انجوا بأنفسكم من النار، انجوا بأنفسكم من النار. ووالله إن لم تتداركنا رحمة العزيز الغفار لنكونن من الخاسرين. فاجعل همك وشغلك الشاغل الفرار والنجاة من النار، فإنك إن نجوت من النار دخلت الجنة. ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.